بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل بس التكمله ليه مبارك اتشال. مبارك وابنه خلوا البلد كلها تتاجر في الاثار. كان اقصى طموح الناس الفقيره انها تطلع تدور على اثار. مبارك اتشال عشان خاطر حاجه زي كده. كان في مبارك عمل مدارس وعمل مستشفيات، انما كان العلاج على نفقه الدوله بالعافيه. مبارك خلى الاولويه لاولاد النظام. ابن الضابط لازم يبقى ابن ضابط زيه. الضابط يبقى ابنه مش ساقط يبقى ضابط. وكيل النيابة أو القاضي ابنه جايب 70% في الحقوق يبقى وكيل نيابة. إنما ابن الفقير ملوش، ابن الضعيف ملوش، ابن البواب ملوش. فأنت لما تيجي تتكلم على مبارك اتشال في ثورة ليه وأنت زعلان؟ لا، مبارك اتشال عشان كده. مبارك كان فاسد ما كانش خاين. مبارك ما باعش شبر من الأرض ولا باع جزر ولا نيل ولا غاز. كل ده احنا عارفينه. مبارك رجع طابة ماشي، كل ده احنا عارفينه. مبارك رفض صفقة القرن. مبارك عمل شقق في العريش، الشقة ب10,000 جنيه، تدفع 120 جنيه في الشهر. بس مبارك ساب توشكا، مشروع توشكا الوهمي بس. فأنت لما بتتكلم على مبارك، أنا بقول لك حسناته وسيئاته. أنا واحد من ضمن الناس كنت قاعد مع ناس في الأقصر حكوا على بيعة آثار تخص ابنه. فاللي يرفع بقى قضية يرفع واللي يعمل أنا مش فارق معايا. أنا بكلمكم على حاجات قديمة، بتكلم على حاجات قديمة. بس أنا هتكلم بعد كده في اللي بيحصل لي. فأنا لما بلاقي بفتح الفيس الاقي ناس بتتكلم أو الماسنجر او انستجرام او اي تواصل اجتماعي، ولا ناس زعلانه على مبارك هو الاكل والشرب هو اللي هممكم؟ ولا 30 سنه دمار زي اللي خربها دلوقتي هيفضل خربها لحد 16 سنه السيسي.